تفضل سعد. اهلا وسهلا اخوي سعد، الله يعطيك العافيه حبيبي، وشكرا لك على الموضوع الجميل جدا. طيب بالنسبه للسؤال اللي هو تحرر انفتاح ام الحلال، طبعا انا استغرب من كميه المستشرفين في الجروب، يعني امر غير طبيعي. يعني انتم شلون تنكرون ان في عندنا علاقات غير شرعيه، في عندنا شرب الخمور، في عندنا زنا بأكمل أوجهها، في عندنا جميع الأمور هذه كلها. أنتم شلون قاعدين تنكرون هذه الأشياء؟ ونص اللي داخلين في الجروب الآن قاعدين يتمالحون، واللي يحسن صوته واللي يجمل صوته. وش الغرض من هذا؟ وش الهدف من هذا كله؟ يعني أنا ما أدري الصراحة. يعني أعطاني المثال في واحدة من الأخوات قالت أن الانفتاح بسبب علاقات غير شرعية. الآن ما عندنا علاقات غير شرعية. بغض النظر الانسان الان عنده. طيب لا تقاطعني. اول شيء احنا في الاول والاخير احنا بشر. سعودي ما حد يضخم صوته. السعودي وش هو في الاول والاخير؟ هو انسان في الاول والاخير، عنده احتياجات جنسيه، عنده احتياجات عاطفيه، عنده امور زي كذا في الاول والاخير. هذاكم مليت الدول برا علاقات غير جنسية، علاقات غير شرعية، شرب، دعارة، سويتوا النون وما يعلمون. وش انتم في السعوديين ترى ماخذين مقلب في انفسكم، انتم مرة ماخذين مقلب في انفسكم. شرب، خمور، قلة حياة، دعارة، تنيكون في الشوارع، تنيكون في السيارات، أفلمتوا في أم الدنيا. وش لا يكثر، خلينا نتكلم. إذا جاء دوركم أستاذ فهد، أنت تمارس هذه الأشياء. إذا جاء أمارسها بعينها عندي الحين أمارسها، وإن كانك فاضية تعالي خلينا نمارسها سوا. خلوني أتكلم يا جماعة. إذا جاء دور تكلموا، إذا جاء دور تكلموا. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كمل. ترقمون جيد. اللي قبل نزلت عشان الفاظة مو كويسة، وهذا أنت الفاظة زينة يعني. أنا أقول لكم يعني لا تستشرفون. الويكند ترى عندي سهرة، حياكم الله كلكم، خلونا ننبسط كل أمك معافى للمجاهدون. الله يحييك، تعال.